السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي رير الغاليين؟ يشهد ربي اني بحبكم في الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم لي يا رب، ويسترها معاكم في الدنيا وفي الاخرة، ويكبر خاطر كل اللي يكبر الناس يا رب، ويكبر خاطر كل اللي يكبر الغلابة. ربنا يوسع عليكي ويرزقك ويصلح حالك ويبارك لك في مالك وفي ولادك يا حاجة زينب، عشان انا ما اقدرش ان الدعوة ما توصل لكيش، يا طالعة من القلب يا رب. اللهم امين بحق لا اله الا الله. ربنا يسترها معاكي ويفرجي عليكي فرج بلا ضيق، ويرزقك فرحة تفرح قلبك كده زي ما فرحتي قلبي يا رب. اللهم امين. بحبكم في الله، وربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا ويسترها معاكم. بقالنا كتير قوي ما عملناش رقاق طري مع بعض. النهارده بقى عايزين نعمل شويه رقاق حلوين قوي زي ما انتم شايفين كده، جمال 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 جمال. وسموا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقول لكم ازاي تعملي الرقاق وازاي يطلع معاكي طري كده وحلو كده بكل تفاصيله وبكل حركاته، وهنخبزه مع بعض في الفرن وهنحكي مع بعض كلمتين حلوين. ربنا يخليكم لي يا رب ويفرح قلبكم كده زي ما انتم دايما بتكبروا خاطري وتفرحوني يا رب. اللهم امين. من كام يوم كده كنت في سيدي سالم، وانا بقالي ياما عايزه اعمل رقاق او اعمل حاجه طريه، وبكسل لاني ما بفضاش بصراحه. فقلت بقى ايه، احاول كده على المحل. لقيت شويه رقاق، بس هو ما كانش رقاق يا جماعه، وكان حاجه غريبه كده بس اسمه رقاق. هقول لكم بعد ما نشوف المقادير. انا معايا هنا شويه دقيق، انا بعمل بالبركه يا جماعه. كترت دقيق بصراحه. كان عندي شويه لبن حليب يجي كوبايتين بس، فجيت حطاهم كانوا في الفريزر، طلعتهم فكهم وحطيت عليهم شويه ميه وحطيتهم على البوتاجاز يا دوبك. طيرت ساعتهم كده يا دوبك وحطيت شويه ملح قلبتهم فيهم، وبدات انزل باللبن او اللبن على الميه دولت. انا كل مره بعجن الرقاق ده بميه، بصراحه بحب رقاق الميه بيبقى خفيف كده وبيبقى ناعم ودايب كده زي الجلاش. وبعدين كله في الاول وفي الاخر هقولك ايه السبب اللي يخلي الرقاق ينشف معاكي، وايه السبب اللي يخلي الرقاق يبقى طري معاكي. بس بعد ما تصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وتحطوا لايك إيه علشان تشجعوني بقى. انا بعد ما لتيت العجينه ولميتها كده بالميه والحليب علشان خاطر تبقى بدات تضطر معايا، بس خلوا بالكم العجينه كانت سخنه وضحكت عليا يا جماعه، وهقول لكم ضحكت عليا ليه. بدأت بقى ايه انزل بالزيت. انا ما بحطش سمنه للرقاق خالص خالص خالص، وانا معوده نفسي على كده، وبحب الرقاق بتاعي كده، والزيت بيخليه طري كده زي الحرير. ما شاء الله تبارك الله، صحة وعافية يا رب، وألف هنا يا رب على قلبنا وعلى قلبكم. مش فاكرة كنت بحكي أنا وروفان على إيه كنت بقول لها على الرأي اللي أنا شفته في سيدي سالم. بقول لها وبقول لكم بقى، من كام يوم كده كنت في سيدي سالم، فلقيت الراجل المحل كده خابزين رقاق، بس هو مش رقاق خالص في ريح الرقاق اللي احنا بنعمله، لا ده التاني حاجة كده. المفروض نقول عليه كلها نعمة ربنا يا جماعة والله العظيم معلش يلا الله يسهل لهم، كل واحد بيبدع على قد ما بيعرف يعمل. فلقيت حاجات كده اسمه رقاق، بس هو مش رقاق يا جماعة، حاجة كده مسلوقة وصغيرة زي القرصة، أكبر من القرصة شوية قد رغيف العيش القمح، بس طري كده ومسخسخ، بس مش رقاق أصلا، حاجة مسلوقة طالعة من الفرن مسلوقة كده. سألته قلت له الرقاق الكيلو بإيه؟ مش فاكرة، قال لي ب40 أو ب80، والله ما أنا فاكرة يا جماعة عشان أنا بنسى. المهم قلت والله لا اروح اعمل بقى رقاق من بتاع ام رحاب بقى، وما ادراك من رقاق ام رحاب ده تاكليه حاف والله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، تاكل الرقاق بتاعنا حاف. عجنت وحطيت زيت على قد ما حسيت ان العجينه معايا خلاص كده بقت ايه حلوه كده. بص روفان الله يسامحك يا روفان، فتحت الاضاءه ازاي، خلت الحاجه مش باينه، وانا بصراحه ما ببقاش شايفه، وهي بتقعد ترقصني بقى بترقصني زي لعيبة الكرة في الملعب. الله يجازيكي خير يا روفان، ويهديها ويصلح حالها وحال ولادكم يا رب. فرشت بقى الجلابيه ديت او الغطا بتاع العجين ده على الصينيه، وكنت عامله كميه رقاق كبيره، عشان كده قلت اقطع بقى على الصينيه الكبيره. هقطع بقى تقطيعه الرقاق على حسب المطرحه اللي عندك، وعلى حسب انت وشطارتك بقى. لو انت شاطره وبتعرفي ترحي رقاقه كبيره، خلاص اتوكلي على الله وقطعي قطعيه كبيره. لو بتعرفي تعمليها صغيره اعمليها صغيره، بس انا بحب الرقاقه الكبيره بصراحه، والمطرحه بتاعتي ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. بعد ما قطعت الرقاق وسبته، قلت لها يا روفان نطلع نخبز في الفرن فوق ولا نخبز في الفرن تحت؟
قالت انت هتشوري يا ماما؟ قلت لها قالت خلاص نطلع نخبز فوق. فكنا الموضوع ده بعد ما صلينا العصر بساعه وعشت طيوري، وطلع في بالي ان احنا هنصبح، الكلام ده كان يوم الاحد وكنا هنصبح صايمين. فانا بصراحه ما بحبش اكل رز كتير وما بحبش اتسحر الرز، دايما معوده نفسي كده احب اخبز حاجه كده ايه تكون طريه من بيتنا كده، ولا عيش الفرن ولا الكلام ده كله، بالذات لما نكون هنصبح صايمين. فقلت بقى قلت لها ايه يلا بنتي روان نخبز شويه رقاق عشان خاطر ايه. هي قالت لي انا هصوم معاكي يا ماما. قلت لها طب يلا هنسحر بايه؟ انا مش هسحر برز، يلا نعمل رقاقتين ونسحر منهم. قالت لي يلا يا ماما. فالله يسعدها ويسعد بناتكم يا رب. عايزه اعلمها بقى ان هي تقعد معايا كده وتخبز وتقطع لي وتكبر لي القروصه وتكبر لي البتاع اللي بتبططها كده عشان تتعلم، عشان لما تروح بيوت الناس تعتمدي عليها وتبقى ست بيت شاطره. وكمان برضو عشان لما تتزنقي لا قدر الله لو انا تعبت او سبتها ورحت مشوار او كده، احنا معودين بناتنا ان هم يطلعوا من بيوتنا عارفين يعملوا كل حاجه. فقلت لها بقى اقعدي يا روفان، وفرحت قوي لما قلت لها ان احنا هنخبز مع بعض. فزي ما قلت لكم بقى احنا كنا امتى، كنا خلاص قربنا على المغرب، كان باقي على المغرب ساعه، واللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. فقلت لنفسي ايه يا ام رحاب، بلاش نطلعوا فوق. انا قلت لو انا طلعت خبزت فوق الليل هيليل علينا وهتبص تلاقونا بقى ايه، ما احناش ممكن الدنيا تليل علينا وما نلحقش والدنيا تضلم علينا كده ونبقى مش شايفين نخبز. واللي حسبته لقيته. فكنت ماليه الانبوبه قريب، والانبوبه لسه ما عملتش منها حاجه يعني. فقلت ايه مش مشكله لما نخبز فيها خبزه رقاق، والخبزه الرقاق تطلع خفيفه وحلوه، وبعد كده عادي نبقى نخبز فوق في اي وقت نكون بدري فيه ويكون اليوم كده ايه من اوله. قعدنا بقى زي ما انتم شايفين كده، الله يسترها معاها ويهنيها كده ويسعد بناتكم كلهم يا رب. عودوا بناتكم يا جماعة ان هم يساعدوكم في كل حاجة. خلاص عارفين. بتقول لي يا ماما انا عايزة اتعلم العجن واتعلم كل حاجة على العجين يعني. فقلت لها ان شاء الله الاجازة جاية هيت وان شاء الله في الاجازه هعلمك ازاي تطبخي وازاي تخبزي، واقعدلك للفرن واعلمك كل حاجه، عشان عايزاها تطلع من تحت ايدي كده ايه ام رحاب التانية. عايزاها تطلع ست بيت شاطره، حتى لو هي بقت دكتوره مش عيبه ان هي تبقى دكتوره وتبقى تساعد بيتها وتبقى شاطره. بصوا ده احسن حاجه، ده احسن علام للبنت، حتى لو هي ايه، حتى اهم حاجه تبقى ست بيت شاطره وتعرف تاكل بيتها وتاكل جوزها وتاكل ولادها. ولما تروح تقعد في بيت عيله لو حصل يعني والبنت اتجوزت في بيت عيله، ما حدش يقول عليها يا زطله يا اللي ما بتعرفيش. فعوديها النهارده إيه بطاطة الرقاقه نص ونص، بكره لا هتعملها احسن. عوديها على الخفيف، النهارده تسلق شويه رز، عوديها تقشر بطاطسايه، عوديها يعني ايه واحده واحده كده لحد اما تكبر وتبقى عروسه تلاقيها بقت ست بيت وبقت حلوه. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. طبعا يا جماعة عجين الرقاق ده ما هو إلا عجين، عجنت العجينة كويس وخدمت العجينة كويس تطلع العجينة معاكي ما فيهاش كلاكيع ولا تكتلات، وتطلع العجينة معاكي كويسة وتديها حقها في الزيت وحقها في العجن، وتعملي العجينة طرية معاكي عشان خاطر تقدري ترحيها وتفرد معاكي بكل سهولة. طيب انا قلت لكم ان انا كنت مسخنه الميه والميه سخنت مني شويه وضحكت عليا. ضحكت عليا في ايه بقى يا جماعه؟ لما بتكوني مسخنه الميه العجين وتعجنيها، العجينه بتبقى لسه سايحه في ايدك وانت بتقطعيها وانت بتعجنيها بتبقى حاسه ان هي طريه جامد معاكي. فانت بقى لما تخلصي، وبالذات ان احنا في جو رطوبه زي ده، كانت فرحانه قوي بنفسها اللي هي بقت بتبطط وتمسك البطاطا وتشتغل وتعمل معايا وتقول لكم حط بص كده عايزه تتعلم الراحه. انا خفت تحدف الرقاقه فوق ما تلزق في السقف وما تنزلهاش تاني. يلا ربنا يخليهم يا جماعه، احنا لو ما علمناش ولادنا مين اللي هيعلمهم؟ المهم يا جماعة كنا بنقول ايه، لما انا عجنت العجينة والعجينة كانت طرية انا خلاص خلصت وقطعتها، ولما جينا عند الفرن لقيت العجينة شدت بعد ما بردت، والعجينة كانت عايزة تتغطى بقى بكيس نايلون او كيس مشمع زي احنا بنقول، بس انا ما كانش فيه وقت وما جبتش ما دورتش على الكيس بتاع العجين، فالعجينة شدت معايا فكانت بتاخد وقت على ما الرقاقة تتبطط. لكن انتي علشان خاطر العجينة تطلع معاكي كويسة،
يبقى انت حافظي على الميه ما تكونش سخنه قوي. طيب الرقاق بيطلع معايا مرحب حلو، بيطلع ينشف معايا. هقولك الرقاق بيطلع ينشف معاكي ليه. اولا لازم تكوني فارده تحت منه غطا وتغطيه بغطا. لازم الرقاق تطلع بالذات في جو البرد اللي احنا فيه ده يا جماعه، لان البرد ده بيخلي اصلا الحاجه تنشف معايا. كمان غير كده انت لازم الفرن بتاعك يكون حامي. لو انت شاطره وبتعرفي تخبزي على نفسك يبقى هتخبزي وتطلعي العجين ورا بعضه بسرعه، مش هيغيب معاكي الرقاقه ورا الرقاقه. بصوا الدنيا كانت ضلمت خلاص اهي، وكنا بقينا المغرب وخلاص. المهم انتي حمي الفرن كويس. اول الرقاقه ما تدخليها الفرن، اول ما تسلقيها كده في الفرن والرقاقه تبدا تاخد تنميله خفيفه وتبدا تفقفق كده وتقب معاكي، تيجي انت رافعه لها النار من فوق قوي بسرعه. الرقاقه ما تقعدش اكتر من 3 دقايق في الفرن. الرقاقه لو قعدت مش زي رغيف العيش، الرقاقه لو قعدت معاكي اكتر من 3 دقايق او دقيقتين 2 بس في الفرن، مجرد ما تدخليها تشم النار وتاخد اللون بسرعه وتطلعيها كده، الرقاقه تطلع معاكي طريه وهتبقى كده ايه زي اللوبيا. لكن لو سبت الرقاقه تقعد معاكي اكتر من 3 دقايق خلاص تاكدي ان الرقاقه هتنشف منك. وزي امي كده ما كانت تقول دايما ما تخليش الفرن ياخد خير الرقاقه. يعني ايه ياخد خير الرقاقه؟ يعني ما يغيبش الرقاقه، ما تغيبش في الفرن، والفرن بقى من تحت يكون هادي ومن فوق تولعيه يكون هادي، وتيجي بعد كده الفرن يفضل براحته لحد الرقاقه ما تطلع منه براحتها وتحمر براحتها، يكون هو شم خير الرقاقه او مص خير الرقاقه، والرقاقه تطلع معاكي ناشفه ومقدده. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ما شاء الله تبارك الله. انا عندي المطرحه بتاعتي كبيره خالص، بس انا زي ما قلت لكم كده بحب الرقاقه بتاعتي كبيره. وكنت بتحدى روفان تقول لي يا ماما انت تعرفي تريحي الرقاقه اكبر من كده؟ اقول لها ممكن اخليها قد الفطيره. تقول لي لا ده الفطيره بتبقى كبيره. اقول لها عادي، انا بريح الفطيره، ممكن اريح الفطيره لحد ما تبقى متر. هو ده الصح، وهو ده اللي احنا نبقى ستات بيوت شاطرين ونعرف نعمل كل اللي احنا عايزينه. وزي ما قلت لكم برضو في اول الفيديو، احنا خلاص داخلين على اجازه نص سنه. ايه، علمي بنوتك، عوديها تقوم تساعدك، عوديها تروق الشقه النهارده. إيه بكره انا مثلا بسلق بطاطستين الصبح عشان نهرسهم نفطر بيهم، وبسلق بيضتين. إيه ماما انا جعانه، اقول لها طب قشري البطاطس على ما اجي. طب ولعي مثلا الطاسه، حطي الطاسه على النار وحطهم يحمروا على ما اجي. يعني بصي ايدها بايدي بقى. هو ده الصح يا جماعة، عشان تطلع البنوتة فاهمة وعارفة ان هي بعد كده بقى تيجي تعلميها الحاجة تبص تلاقيها بتزهق ومش عايزة تشتغل ومش عايزة تساعدك. وليه ما تعلمتش من البداية؟ لان البدايات هي عليها اساس كل حاجة. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب، ويعيننا على فعل الخير يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم بقى انا فرحانه قوي 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 قوي. الحمد لله ربنا اكرمني بعمل خير. هنعمل موائد رمضان السنه دي، وربنا يجازيها الخير، صاحبه الخير يا رب. ربنا يوسع عليها ويرزقها الخير كله ويزيدها من نعيمه ويجعل لها فرحه يسجد لها اهل السماء واهل الارض من كتر الفرحه يا رب اللي ربنا يديها لك يا حاجه زينب. زي ما فرحتي قلبي، انا مش هينوبني منها حاجه غير اني فرحانه ان احنا هنكون سبب ان احنا نعمل خير. ربنا يجازيكي خير ويكتر من امثالك ويرزقك ويرزقنا يا رب، اللهم امين. ووسع رزقك ويبارك لك في مالك وفي عيالك ويديم عليك الخير كله. خلاص خلصت، وكنت عامله كميه رقاق باسم الله ما شاء الله بألف هنا، كميه كبيره جدا. وطبعا العبايه اللي كانت عليها دي خلصت بقى من الخبيز وطلعت غيرت وصليت المغرب الحمد لله، ولبسنا الاسدال بتاعنا الجميل اللي احنا مفصلينه. وربنا يسترنا ويستركم في الدنيا وفي الاخره يا رب. دي كميه الرقاق اهي، والرقاق طري وجميل ما شاء الله ويتاكل حاف. كنت شاويه بدنجان وكان عندنا بطاطس مسلوقه، وكلنا بألف هنا وحمدنا ربنا، وكلنا رقاق سخن وكنت شاوية 3 بدنجانات متوسطين كده، عملنا طبق كلنا منه انا وروفان ومحمد جه كال. محمد كان بره جه كال، وحمدنا ربنا ونعمة ربنا يديمها علينا يا رب. اللي